بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان، السلام عليكم. طبعا اليوم عندي موضوع مهم، هو دائما يسألوني عنه الاخوان بالجروبات على اليوتيوب، بلابل جعفر الجابري، ويسألون يقولون ذول البلابل مالتك شلون تطلعهم، شلون يرجعون، زين تفتح خزائن، ثم هذول البلابل الفات وحشيات. زين اكو ناس ما تعرف شنو المحمية، فاليوم حبيت انا اوضح هذه الامور. طبعا نبدي بالمحمية. المحمية عبارة هي عن مكان واسع يضم عدة اقفاص، كل زوج بقفص. يعني داخل المحمية اكو اقفاص صغيرة نخلي كل زوج مثل وفهاي من البلابل البالغين. زين يسألون يقولون احنا نشوف المجموعات وجاي تلعب سوية، شلون ما يتعارفون هذه؟ هذول اللي جايين نطلعهم وشوفوهم مجموعات، هذول مخاليف عندي يفقسوا بشهر التاسع ومنهم بالثامن. هذول يعيشون بسلام وامان وماكو عراك بيناتهم الى ان يزوجوا. هاي طريقتي انا ماشي. لما يزوجوا ذاك الوقت الذكر يدافع عن الانثى مالته، والانثى تدافع عن ذكرها، وشوف يصير عراك بيناتهم. فيجب علينا ان نوضعهم كل واحد بقفص وقت من يزوجون. اما هسه لا، عادي شغله. زين هسه نبدي بالخطوه الاولى. البيت هنا عرفناها. زين انت عندي بالنسبه لي اني من الصغر اطلع البلابل، او على من كنت صغير اخلي البلبل دائما خارج القفص. فمرور ايام وتقدمت بالامور قمت اطلع وجبات اكثر واكثر الى ان هسه وصلت خير من الله جاي اطلع بلابل وانا مأمن عليها واعرف شلون اجيبها. وهذا هسه نتبع الخطوات الاولى. اهم شيء جارك، اذا كان جارك النوادم هذه وابن حموله، فانت بلش وتوكل على الله. لا والله كان يغلس على البلبل ويضربه بالمصيدة اولادهم ويخبثون، يعني اترك الامر. حافظ على البلابل مالتك وخليهم شلك بالوجع الراس. خلي البلبل بيتك، طلع بغرفة استقبال. هسه احنا نتبع الخطوات. انا سويتها على شكل نقاط. أول نقطة، يجب أن يكون البلبل عندك من الصغر، يعني من هو صغير مربيه أنت، أو البلبل عندك ما تقل فترة عن 4 أشهر. زين عيني. ثانيا، يجب أن يوضع خارج البيت على مود يعين، يعني كأنما نقول بالسطح بالطرمة، دائما برا يشوف المكانات على مود يحفظ الحيوان. ثالثا، إذا كان عندك 3 أو بلبلين أو 3، فلا تطلعهم اثنيناتهم سوية، طلع واحد. زين عيني، واحد والثاني يبقى بالقفص. زين. رابعا، البلبل من تريد تطلعه لازم الشبعة وتوكله. وهذه على مود شنو؟ لا، على مود من يطلع برا وبعد عنك لا تدنو نفسه وروح على أكل. وهذه واحد يصيح له أو يبعد مكان وتاخذ البلابل، يرجع وين؟ يرجع لك وانت تعطيه ما لذة وطاب من الطعام. هاي نقطة مهمة. زين، لازم تشبع البلبل. زين. عندك وصلنا خامسا. أول يوم نطلعه خامسا. طبعا أول يوم من تخرج البلبل خليه براحته للصوف، خليه يمك. زين. في 10 دقائق وخليه يرجع للقفص. تخليه 10 دقائق. ثاني يوم زيد الفترة نص ساعة، وهكذا يوميا تغيره مثل ما تكثر الفترة. سادسا، من يرجع البلبل طلعته وراح ربع ساعة ولا 10 دقائق ونص ساعة، من يرجع المفروض تخلي له وتحضر له القبي أو الجراد، على مود شنو؟ بيعرف بأن هذا مستقر ومكانه الآمن واللي بيه الغذاء مالته اللي يحبه. فلازم تكافئه بمن؟ الجرادة أو قبي أو أكل يحبه، تفاح غيره. فعلى مود يقوم يشتاق لك البلبل. سابعا، في فترة التزاوج
لا تطلع الفحل. الفحل بفترة التزاوج احتمال تغري طيرة ويروح، لأن الفحل أنا ما عندي ذيك الثقة بيه مثل الأنثى. الأنثى وفية بشكل زين، الذكر ما طلعه فترة التزاوج زين أني. ثامنا لا تصفر للبلبل. البلبل لا تصفر له، خلي أخوه أو صاحبه أو نفيته أو الفحل يصافر للبلبل الآخر اللي خارج المحمية زين. لا تعوده، هم لغب بيناتهم، واحد يفهم الثاني، وهو من يبعد يصيحه فيجي زين أني. هاي خليها ببالك. أقول لك لا تصفر له، لأن أنت إذا ظليت تصفر له احتمال هناك واحد متربص له ويصوفر له او يفتهم عليك وانت فاتح له موضوع بين انا صوفر له ويجي همين راح يصوفر له، وهذا الطير بعده احتمال بالبدايه وهذه ويصوفر له ذاته وينزله لك. فاخي خلي البلبل صاحبه هو بيناتهم لغه متبادله، هو يعرفه، هو من يبعد راسا هذا البلبل اخوه بالقفص يصيح زين اني. تاسعا إذا شفت البلبل مالتك بحالة صحية، يعني مو على ما يرام كأنما نافش ريشة أو في حالة تغيير ريش، هذا لا تطلع، هذا لا تطلع، لأن احتمال يوقع ويروح من عندك تخسره. لأن هذا حتى يكون مو سريع طيران، واحتمال يجي شاهينة يضربه، واحتمال يضربونه يبعد وما يتيه، يعني ما له خلق. شلون واحد ما له خلق يمشي دايخ؟ هاي نفس الشيء. طبعا اخواني هو هذا اللي النقاط اللي ذكرتها هي هسه اللي ببالي انا ذكرت لكم اياها. واذا عندكم اي استفسار وهذه همينه اسالوا وانا ان شاء الله اجاوبكم. وتبقى يمكم انتم تريدون تطلعون، انا ما اشجع. ولو هي ما بيها شيء طلعوا، بس اهم شيء طلعوا بلاولكم برا خلي اشوف. بس اهم شيء جار جار جار. اشكركم وانا ممنون منكم. مع السلامة اخوان.